يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي كوكي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك. أنا قلت بقى أما أعمل حاجة كده موفرة على الآخر. عندي صدر فرخة، قلت يا ترى أعمل بيها إيه؟ أعمل بيها ناجتس الجميل المقرمش الخطير. جبت صدر الفرخة بتاعتي وقلت اما اقطعها حتت صغنونه علشان احطها في الكبه وتتهرس بكل سهوله. بعد ما قطعتها قلت اما اجيب الكبه بتاعتي واحط فيها الحتت بتاعت الفراخ وبعدين عليها التوابل، معلقه من بصل بودر، توم بودر، السبع بهارات، الفلفل الاسود وبهارات الفراخ، ومعاها كمان الجنزبيل، بيضايه ونص كوبايه ميه، وعليها كمان 10 معالق كبار من اي بقسماط عندك. كل ده هتضربيه في الكبة بس مش للاخر، هتضربيها نص ضربة. انا عايزة يبقى فيها حتت كده من قطع الفراخ. وتحطي بقى معلقة صغنونة من البيكنج باودر، تسمغي الخليط ده كله وتبقى عجينة معاكي حلوة على الاخر. هتجيبي بقى اكياس التلاجة، اي كيس تلاجة عندك اي مقاس، هتجيبي نص الكمية هتحطي في الكيس الاولاني وتقعدي بقى تفرديها براحتك بقى وعلى مهلك. انا عايزاها تتفرد بكل سهولة علشان تبقى السمك بتاعها حوالي مثلا ايه سنتي 2 سنتي. انا مش عايزاها ولا تخينة قوي ولا رقيقة قوي. وتفرديها بايديكي في كيس التلاجة لغاية ما تبقى معاكي مظبوطة. ولو في اي فقاعات هوائية ممكن بالدبوس تشكيها كده بحيث ان انت تخرجي اي هوا من جواها علشان تطلع مظبوطة معاكي. بعد ما تفرديها الفردة الحلوة ممكن تفرديها بالنشابة بايديكي باي حاجة عندك. تعرفي اللي انت تفرديها بالطريقة الصحيحة. وعندي برضو المسطرة دي ممكن بقى بظهر السكينة براحتك تشكليها، بس انا عندي المسطرة دي مسطرة حديد كده بستخدمها في الحاجات دي. قلت اشكلها بقى مربعات او مستطيلات براحتك، دواير. بصي انتي وراحتك في الحتة دي. انا شكلتها النهاردة مستطيلات. وبعد ما شكلتها ركنتها على جنب، وبرضو نفس الكمية عملتها في كيس التلاجة التانية وعملتها بنفس الطريقة بتاع كيس التلاجة الاولاني. يعني شكلت الكمية كلها على شكل مستطيلات وعملت احلى نجس في الدنيا. هحطها دلوقتي في الفريزر لمدة ممكن 5 6 ساعات. بس الصراحة انا سبتها لتاني يوم، وبعد ما خرجتها شايفاها عاملة ازاي حلوة خالص. هفك كيس التلاجة ووريها لك. ما شاء الله متماسكة وخطيرة وعاملة معايا كمية موفرة على الاخر. بس يا ستي تحاولي اللي انتي بقى تجهزيها وهي متجمدة عشان ما تفكش معاكي. وعملت معايا كم قطعة، ده كتير خالص، انا مش عارفة اعدهم من كتر ما هم كتار. وما شاء الله هتخزني منها وهتعملي منها الحلويات كلها. وبعدين هتجهزي الكفر بتاعك، عبارة عن كوباية كبيرة من الكريسبي و3 معالق من اي بقسماط حار او عادي براحتك، وشوية دقيق. طبعا هتحطي معلقتين نشا عليها وتحضري بقى البيضة بتاعتك، شوية ملح وفلفل اسمر. وعلشان تكتر معاكي البيضة بتاعتك بتحط لها ربع كوباية من المية. وبعدها تجيبي الناجتس بتاعك وتعملي اول طبقة، الطبقة بتاعت الدقيق مع النشا. هتقعدي بقى تغمسيها في الدقيق مع النشا لغاية ما تعملي كمية مناسبة من الناجتس. وبعدها هتغمسيها الطبقة اللي بعدها هتحطيها في البيض بالمية. واخر طبقة معاكي طبقة الكريسبي، هتقعدي بقى تغرقيها في الكريسبي لحد ما تبقى طبقة محترمة وجميلة، علشان دي الطبقة اللي هتقرمش معاكي وهتبقى خطيرة وفظيعة. بس يا ستي هتعملي كل الكمية بنفس الطريقة. ونسيت اقولك ان الكريسبي ده بيتجاب من عند العطار، بيبقى خطير ومقرمش وبيخلي الناجتس كده في حتة تانية خالص. وقلت بقى اعمل شوية تظابيط، شوية شيبسي كده بطاطس عسل. عملتها طبعا غسلتها، وبعد ما غسلتها وقطعتها شيبسي عملت يا ستي نشفتها، لازما تتنشف على الاخر، وحمرتها. وتعالي شوفي بقى الروقان، اللون البرونزي الجميل ولا القرمشة والطعم الخطير. سامعة فار بياكل يا اخواتي، قرمشة خطيرة. وبعدها برضو في شوية الزيت بتوع القلية
بتوع البطاطس، قلت بقى اسمي الله واحط الناجتس بتاعي واحمرها، بتاخد حوالي دقيقتين 2 في كل جهة، وبتطلعي بقى ايه احلى ناجتس في حياتك. كمية موفرة على الاخر. شفتي اللون الذهبي الخطير؟ هي ما بتاخدش منك اي وقت، وبتطلع الطعم ايه جنان. ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. هتعملي كل الكمية وتخلصيها على مهلك، بس انا مش هعمل كله ده، انا هخزن منها كمان. وسامعة بقى القرمشة والطعامة؟ سامعة ولا شايفة؟ لا ده حاجة فاخر من الاخر. بس يا ستي هتخلصي كل الكمية، نصها تقريبا، والنص التاني هعمل بيه ايه؟ هخزنه في اي اطباق بلاستيك عندك، حتى لو عايزه تخزنيها في اكياس تلاجة ماشي، هي كده كده متجمده وعمرها ما هتفك معاكي. عملت طبقين حلوين وركنتهم كده في التلاجة علشان وقت بقى ايه اما اكون مستعجله اطلعها واعمل الحاجات الخطيره دي. وهوريكي بقى عملت طبق حلو جميل، شوية بطاطس شيبسي والناجتس بتاعي، وقلت بقى اما اقطعها بقى واوريها لك من جوه. لا لا لا، حاجات فاخر من الاخر، بسم الله ما شاء الله، والطعم خطير وجنان. قومي يا ست الكل ما تكسليش واعملي الحاجات الخطيرة دي لولادك. فعلا الحاجات دي معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طالعة حاجات في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. واستنوني مع أكلة جديدة وطبخة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.